إذا كنتوا هتفلحوا والله إن بطل سوشيال ميديا خالص. لو فلحتوا في الوقيعة ما بين الشعب المصري والشعب المغربي واستغلال اللي حصل في التفرقة، والله العظيم مكشوفين. ما هتقدر في حتة تانية خالص. القنبلة الحقيقية بقى مش بس استبعد المغرب، ده كمان في اتهام صريح ومباشر. قالك المغرب دي بتكسب بالكواليس وبالحكام. الكلام ده كان هو اللي ولع الغضب بشكل كامل، وما كانش فيه كل واحد حر يشجع اللي هو عايزه، انا احترم ده تماما. وانا عن نفسي كحسام حسن في كاس عالم قطر 2022 كنت بشجع المغرب، وكنت مبسوط ان فريق عربي بيوصل للمستوى دوت. طب يا كابتن حسام ما كان من الاول؟ يعني الكلام ده ملوش لازمه دلوقتي. اخواتنا في المغرب الحبيب، اتقدم لكم بصفتي مواطن مصري بكل انواع الاعتذار على البلطجه اللي ظهر بيها كل من حسام حسن وابراهيم حسن، اللي المفروض ان هم بيدربوا المنتخب. المؤتمر الصحفي بعد المباراه بتاعه السنغال وكلنا غلطناهم، كلنا قلنا احنا ضد، واخد بالك اللي قاله حسام حسن والطريقه اللي اتعامل بيها ابراهيم حسن. انت بقى عمال تشجع السنغال، انت حر، انا ما عنديش اي مشكله. تشجع النهارده نيجيريا، تقدروا توصلوا، مش هتقدروا تخترقوا الحاجز والحب واللي في القلوب ما بين الشعب المصري والشعب المغربي عشان تعملوا فتنة جديدة. انتوا عايشين على الفتن للأسف الشديد بين المصريين. لا شفناش واخد بالك منسق اعلامي يحاول يهدي الاجواء، ولا شفنا حتى القوه بتاعه السوشيال ميديا تتدخل. الكل ماشي بفتنه يا صاحبي، الكل ماشي بفتنه. لا شفنا حتى استوديو تحليلي بيتكلم عن الموضوع ده ولا اي حاجه، ولا حد عارف. يعني حسام حسن غلط ان هو علق شماعاته على الاوتيل والناموس والفندق، غلط. ابراهيم حسن غلط لما قال لهم 50 سنه ما خدتوش ولا بطوله، غلط. كل دي اخطاء بنعترف بيها، ما عندناش مشكله. عيب بجد عيب، انما اخفاق وتطلع تتعالى على الناس وتتبجح، والله دي مسخره. ايوه مسخره. فكرك الفني وقراءتك للمباراه اثناء سيرها وتصريحاتك بعد المباراه. اختصار الكلام، هي نفس دماغ حسام حسن، هي دماغ السيسي. كلمني على الوطنيه والرجال اللي تاكل الملعب، وناكل الملعب اكل لكن مفيش خطه. ناكل الملعب بقى وناكل النجيل ونطحن، والواد ده كان راجل واللعيب ده مش عارف، وبس مفيش خطه. المشكله بقى المغرب. مش محتاجه اقول الناس اللي بتشجع المغرب يعني اكيد شفتوا هما بيصفروا على النشيد الوطني بتاعنا. مش هتكلم اكتر من كده. نشوف بقى ايه ضربات الترجيح، ونيجيريا هي اللي هتبدا اول ضربه ترجيح. ولا العربية والعديد من المنصات الإعلامية التي تحاول جاهدة التغطية على إخفاقاتها الداخلية عبر توجيه سهام النقد والمغالطات نحو المغرب بدلا من التركيز على قضايا شعوب. بجد والله عيب عليك يا كابتن حسام، انت والكابتن ابراهيم، لمجرد اللي احنا خرجنا من البطولة بتعلق فشلك على كرم ضيافة المغرب اللي محدش عمره طلع شكك في الحتة ديت. لا وعايز لازما ولابد جمهور المغربي زعلان على هذا الكلام، عشان احنا المفروض نبقى عرب واخوات ونبقى واحد، ولا كل واحد ليه ظروفه. وانا بحب الشعب المغربي وقضيت يعني ايام حلوه انا واصدقائي والحمد لله. يعني الحمد لله. اقول لك ايه، فوقوا يا مصريين ويا مغاربه، فوقوا. صحينا الصبح لقينا صفحات كتير على السوشيال ميديا، منها مصريه ومنها غير مصريه، والاكثر منها غير مصريه، بتنتحل صفه المصريين صحفي مغربي بيسال حسام حسن انت ليه بتعلق فشلك على الفندق ولا على التنظيم؟ حتى لو كان السؤال مستفز وانت ما بتعرفش تتعامل مع الاعلام، يبقى ما تتعاملش مع الاعلام، لانك بتتكلم بصفتك مسؤول وبصفتك مدرب منتخب كبير.